كل عام وانتم بخير، قبال كل عام ان شاء الله، وسنه مباركه ويعطيكم العافيه ويسلموا كثير على هالجوز الحلو الطيب. جاءوا من أجل مشاركتنا في عيد الأكيتو، عيد رأس سنة للشعب السرياني الآشوري. من المؤكد بأنه عيد لكل السوريين. هكذا نريد الثقافة التي نريد أن ننشرها ونعمل عليها من خلال العيش المشترك لكل المكونات في سوريا. في عيد الأكيتو اليوم تتجسد هذا الشيء من خلال هذه المشاركة وهذا التضامن بين الجميع. أرحب بممثلي أحزاب الحركة الكردية والأحزاب والقوى الوطنية، وكذلك بممثلي مؤسسات المدنية والدينية. ثم أتوجه باسم قيادة المنظمة الآثورية الديمقراطية وباسمكم جميعا بأجمل التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري. Allowing me to share today with you. يعطيك العافية على السماح لي أن أشارك معكم اليوم بهذه الاحتفالية. I've heard many people say that they are honored to have me here, but it's the exact opposite. It is my honor to be here with you. سمعتوا كثير أشخاص عم يقولوا إنه نحن فخورين وتشرفنا بوجودك هنا معنا، ولكن بالنسبة لي أنا هو الفخور والشرف هو لي لوجودي معكم ولسماحكم لي أكون موجود معكم اليوم. This is a celebration of tradition, of survival, of rebirth. هذا احتفال بالتقاليد، بالاستمرار، بتجدد. For me to be here with you, we've heard about the historical aspects of this holiday and the struggles, but also the recent struggles that you have been through. For me to be here with you and share this day, I am humbled and I am honored. طبعا المعاني اللي عم يحملها هذا العيد عن النضالات القديمة عم تجيب لبالنا النضال الجديد والصعوبات اللي عم تواجهوها واللي عم تعيشوها، ومشان هيك أنا كمان فخور ومتواضع بوجودي هون اليوم معكم مرة ثانية. عيد الأكيتو رأس السنة البابلية الآشورية، عيداً قومياً للشعب السرياني لما يحمله من معان تدل وتحدد شخصية الإنسان النهريني، إذ تختزل في احتفالاتها تاريخ وحضارة بابل وآشور، وتقدم اللوحة الخالدة المكونة من الثالوث المقدس، الآلهة، الطبيعة، الإنسان. مجتمع ديمقراطي
بمناسبة الأول من عيد رأس السنة البابلية الأشورية السريانية الكلدانية، نتقدم إلى جميع شعوب ميزوبوطاميا وكل مكونات شمال وشرق سوريا عامة والشعب السرياني الأشوري الكلداني خاصة بالتهنئة بهذه المناسبة الأصيلة والعريقة في التاريخ. كما أننا نؤكد بهذه المناسبة على أنه يجب علينا جميعا بذل المزيد من الجهود والتعاون والتكاتف جنبا إلى جنب في سائر المجالات من خلال التزامنا وسيرنا على نهج ومبدأ وفلسفة الأمة الديمقراطية في العيش المشترك وأخوة الشعوب والعمل الدؤوب في سبيل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها شعوبنا بفضل دماء شهدائنا الأبطال. كل عام وأنتم بألف الخير. الرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي تفدم. غريب حصو وزلال جكر.